حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب يكون كل الناس كويسة يا رب. مبسوط جدا ان الفيديو بتاع ستنا صفية تحديدا، لان ستنا صفية رضي الله عنها يعني شخصية محببة جدا لقلبي انا على المستوى الشخصي. رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ان الفيديو يعني كان له اثر كويس، وعشان كده حبيت اكلمكم، يعني اعمل جزء تاني للنساء في الاسلام، اكلمكم عن بطلة تانية صحابية كبيرة جدا، مهاجرة، ومش مهاجرة كده وخلاص، لا دي هجرة الهجرتين، وتزوجت بثلاثة من كبار الصحابة، وليها يعني باع كبير في الإسلام ما شاء الله عليها. ومش كده بس، لا ده أنا هقول لك كمان على قصة. أصل دايما يقول لك إيه، المرأة مظلومة في الإسلام والإسلام بيجي على المرأة. لا ده أنا أقول لك بقى على الآية اللي نزلت من فوق 7 سماوات عشان بس ترضي وتجبر بخاطر المرأة، ستنا أسماء بنت عميس. الأول خليني أقول لك نسبها علشان تعرف يعني هي مين بالظبط ووضعها إيه وسط الناس دي. أولا هي تزوجت بثلاثة من كبار الصحابة، ثلاثة يعني كل اسم فيهم لوحده كفاية. بداية من سيدنا جعفر الطيار، اللي هو جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي، تمام، واللي هاجرت معاه أولى الهجرتين من مكة إلى النجاشي اللي هي الحبشة. تمام، مش عارف ليه أنا دايما بنسى كلمة الحبشة دي. المهم، بعد لما توفى سيدنا جعفر تزوجت بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعده تزوجت بسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إخواتها من أمها 2 من أمهات المؤمنين، ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة. ومن أخواتها برضو لبابة الكبرى ولبابة الصغرى. لبابة الكبرى دي تبقى زوجة سيدنا العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولبابة الصغرى دي تبقى أم سيدنا خالد بن الوليد. إخواتها من والدها بقى سلمى بنت عميس، دي تبقى زوجة سيدنا الحمزة بن عبد المطلب. سيدنا جعفر الطيار اللي هو زوجها الأولاني خلف منها عبد الله ومحمد وعون. بعد استشهاد سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه تزوجت بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخلفت منه محمد فقط، وده أشهر أبناء سيدنا أبو بكر الصديق، محمد ابن أبي بكر ابن أسماء بنت عميس. وبعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب وأنجبت له محمد ويحيى. سيدنا جعفر الطيار وستنا أسماء بنت عميس لما كانوا في الحبشة، سيدنا عثمان بن عفان سبقهم ورد المكة. هو قال لا أطيق إن أنا يعني بعاد رسول الله، وكان عايز يرجع، تمام، فرجع. وكان سيدنا جعفر انضم له مسلمين آخرين كانوا جم عن طريق مركب، وكان معهم واحد من الصحابة اسمه أبو موسى الأشعري، تمام. فأبو موسى الأشعري لما قابل سيدنا جعفر، لما المركب أصلا اللي كانت عليها بعض المسلمين دول وأبو موسى لعب بيها البحر ورستهم في الحبشة عند سيدنا جعفر، وجالهم خبر إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر الهجرة التانية من مكة ليثرب. فركبوا البحر، ركبوا المركب وهجروا من الحبشة على يثرب على طول، ودي كانت هجرة ستنا أسماء بنت عميس التانية. وعند وصولها كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وقتها كان في وقعة خيبر، فكان سيدنا رسول الله بفرحته بقدوم جعفر وستنا أسماء بيقول لا أدري بأيهما أفرح أكثر، بخيبر أم برجوع جعفر. بعد ما توفى سيدنا جعفر الطيار تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة فين بقى؟ في الجماعة الشيعة ربنا يهديهم يا رب، تعرف بيغالوا في حب سيدنا علي بن أبي طالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما بيحبوش لا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر تحديدا. فستنا أسماء بنت عميس دي عامله لهم مشكلة، لأن دي كانت متزوجة سيدنا أبو بكر وكانت متزوجة سيدنا علي بن أبي طالب، فيعني
مما يدل على ان الاتنين ما كانش في بينهم مشاكل اصلا. وسيدنا علي بن ابي طالب يبقى حما سيدنا عمر بن الخطاب، حماه، لان يعني سيدنا عمر بن الخطاب زوج ستنا ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب. فاسماء بنت عميس دي بتضايق الشيعة شويه. ستنا اسماء بنت عميس كانت شخصيه قويه، يعني دي مره ردت على سيدنا عمر بن الخطاب نفسه، في مره كانت بتزور امنا حفصه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت سيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر راح يشوف بنته فلقى عندها ستنا أسماء، قال لها مين دي؟ قالت له دي أسماء بنت عميس. ففي كلامه معاها قال لها نحن أحق برسول الله منكم. ما سكتتش بقى وقالت له والله ما لا أذوق طعام غير لما أروح لرسول الله واشتكيك، وإحنا أولى بيه، وإحنا كنا في الهجرة بعيد وإنتوا كنتوا جنبه وبيطعمكم وبيسقيكم، إحنا أولى بيه. ويعني شوف ده مع سيدنا عمر بن الخطاب. في مرة بقى حصل كده إيه، زي نوع من الغيرة المحمودة، يعني مش غيرة وحشة. القرآن كله يا أيها الذين يا أيها المؤمنين، يعني هو أنت في اللغة العربية لو قلت الواحدة أنت يعني ممكن تقول لها أنت بالمذكر، هي تشمل المذكر والمؤنث. بس الصحابيات وخصوصا صحابية كبيرة ويعني بتحب دينها، عارف انت، يعني لو مثلا عندك اب فهو لو قال لكم ازيكم يا ولادي هتحبها، بس لو انت بتبقى عايز ينادي كل واحد باسمه. فالحوار ده كتر بين النساء، هو مفيش المؤمنات، مفيش يا ايها المؤمنات، مفيش يا ايها المسلمات، كله كده مسلمين مؤمنين، النساء فين؟ فمين بقى أخد الموضوع ده على عاتقه وقرر يروح يفتح فيه رسول الله؟ أسماء بنت عميس رايحة يا رسول الله، وضع واحد اتنين تلاتة، هو كلها يا أيها المؤمنين يا أيها المسلمين، فيش المؤمنات فيش المسلمات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل له الكلام من قبل ما ستنا أسماء تكلمه عن طريق أم المؤمنين أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فتحته في نفس الموضوع. وسبحان الله ربك الجابر عايز يرضي ويعني ويجبر بخاطر نساء المسلمات، فنزل قرآن مخصوص علشان يجبر بخاطرهم. وأنا أسيبكم مع الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم